انعدام الشغف اللي وصل له الجمهور المصري مع منتخب مصر قد يهيأ لك ان ده سببه سهولة التصفيات، ولكن الموضوع ده من زمان. احنا اخر مرة حسينا فيها بجد اللي احنا عندنا منتخب وبنلعب كرة كانت مع كروش ايام ما وصلنا النهائي وتهزمنا من السنغال، وكمان لما طلعنا من السنغال في تصفيات كاس العالم. دي اخر مرة تقريبا الشعب المصري كان بيشجع فيها المنتخب من قلبه. حتى في افريقيا مع فيتوريا كنا رايحين وعارفين ان المنتخب يعني مش هيعمل حاجة، من مؤشرات الاداء مع فيتوريا ما كانتش كويسة. في ناس كان عندها امل المنتخب يعمل حاجه، وده طبيعي، يعني انت نفسك المنتخب يكسب وياخد بطوله. لكن مع فيتوريا كانت الدنيا خربانه خالص يعني. جينا بعد فيتوريا جبنا كابتن حسام حسن، وده كان مطلب جماهيري من الشعب المصري كله. لكن المنتخب مع كابتن حسام ما حسيناش بيه بالشكل اللي احنا عايزينه. يعني احنا كنا بنعمل في تجربه زي ايه مع الجزائر كده، جبال بالماضي لما كان مع منتخب الجزائر، كان في زي شراسة كده، وتحس ان المنتخب بيحارب وهو بيلعب كورة، مش اللي هو رايحين بس ان هم ماتش كورة وخلاص وعايزين نكسب ونمشي الدنيا. ده اللي احنا حاسينه دلوقتي مع المنتخب، اللعيبة رايحة عايزة تلعب وتمشي الدنيا. صحيح الماتشات سهلة، مش بتقابل منتخبات كبيرة، لكن برضو يعني انت دلوقتي بعد كام ماتش مع كابتن حسام مش قادر تحكم على شكل المنتخب، مش قادر تحدد الهوية اللي المنتخب بيلعب بيها. روش مثلا كنا شايفين المنتخب بيلعب بطريقة معينة، احنا بنلعب الهجمة المرتدة، الهجمة منظمة، مقسمين الماتش. حتى كوبر كان فيها هوية للمنتخب اللي هو بيدافع، احنا منتخب دفاعي وبنلعب على الهجمة المرتدة، او بمعنى اصح على صلاح. كرة بقى حلوة من عبد الله السعيد، صلاح ياخدها، وكان لسه صلاح في الشباب بسرعته ياخدها ويروح يلعب عرضية يشوط كده. انما دلوقتي مع كابتن حسام احنا مش عارفين شكل المنتخب عامل ازاي، داخلين اهو على افريقيا كمان شهرين ومش عارفين الهوية بتاعت المنتخب. ما قابلناش ولا منتخب كبير حتى الان. حتى لما جاله عرض مع منتخب البرازيل كابتن حسام رفض اللقاء. طب ليه؟ ما كنا نلعب ونشوف حتى لو انهزمنا، ايه المشكلة؟ بس ده راجع يعني في وجهة نظر ان كابتن حسام خايف ان هو يلعب ماتشات كبيرة والاداء يكون سيء ويمشي قبل افريقيا. لكن هو دلوقتي خلاص هو دخل في حيز التنفيذ، حتى لو لعب وخسر هو هيلعب البطولة كده كده، ومصيره هيتحدد بعد البطولة. وغالبا بنسبة 90% كابتن حسام مش هيكون مع منتخب مصر في كأس العالم، هو هيلعب افريقيا فعلا. لكن لو ما وصلش نهائي او على الاقل نص النهائي، وعلى حسب برضو الطريقة اللي هيطلع بيها، يعني لو طلع بالانتيات من البطولة مثلا وكنا مقدمين اداء كويس ممكن يكمل، مش هيبقى فيه حجة ان هو يروح كاس العالم. لكن لو الاداء زي ما البطولة اللي فاتت مع فيتوريا، اكيد كابتن حسام مش هيكمل. وده النية اللي موجودة عند الاتحاد الكورة، هنسيبه في افريقيا وبعد كده سلام عليكم. والموضوع اللي احنا عايشين فيه ده مش من دلوقتي، ده من زمان وجاي من ترتيبات من تحت من منتخب الناشئين. يعني انت شوف المغرب بتعمل ايه مع كاس العالم 2022، كانوا ناس منظمة وبقالها كام سنة بترتب ان هي عايزة تعمل حاجة، بتشوف لاعيبتها اللي بره، اللعيبة المزدوجة الجنسية، عاملة اكاديميات بتصدر لعيبة صغيرين لاوروبا، اللعيبة بتتأسس صح. انما عندنا مفيش الكلام ده. حتى المنتخبات الصغيرة، يعني شوف منتخب الناشئين تحت 20 سنة مع أسامة نبيه عمل ايه في البطولة، اداء زي يعني مش عايز اقول لفظ مش كويس، اداء لا يرتقي ان هو منتخب يلعب في كاس عالم، ولا لاعيبه بتلعب في انديه كبيره في ناشئين شبه اهلي والزمالك. يعني احنا تهزمنا في الماتش التاني من نيوزيلندا 2-1. انا اول مره اعرف ان نيوزيلندا عندها منتخب كوره اصلا، وقدمنا اداء يعني زي الزفت. تهزمنا 2-1. جينا مع تشيلي في اللقاء التالت، تشيلي اللي انت تعرف تشيلي دي صعدت اصلا على حسابنا، واتهزمت 4-0 من المكسيك، فضيحة في بلدها. تشيلي اللي هزمت 4-0 ديت لعبت علينا كورة، احنا ما كناش عارفين نمسك قدامها الكورة. الشوط التاني ضغطنا شوية، جبنا جون صدفة من ركنية، وجون في اخر دقيقة من فاول، كلها يعني اجتهاد شخص من اللعيب. ليه بقى؟ لان مفيش لوم على اللعيبة على فكرة، انا مش بتكلم بلوم اللعيبة، لا، اللوم على اتحاد الكرة بتاعنا اللي هو عنده ناس معينة كده لازم تشتغل مع المنتخبات. شوقي غريب، أسامة نبيه، وائل رياض، هي ناس معينة كده بس اللي بتشتغل، مع انك انت في السن ده لازم يكون في تطور للعبة دي. هو انت، طب انا هسأل سؤال، هو احنا مش كده كده المنتخب ده خرج
طب انت خفت ليه؟ خفت ليه تلعب كوره؟ ما انت كده كده اداك معفن وخرجت من البطوله. طب ما تلعب. هي اللعبه دي رايحه اصلا، رايحه عشان تاخد احتكاك. اللعبه دي رايحه عشان تاخد احتكاك مع المنتخبات ديت، وتكسر رهبه اللي هي تلعب في بطوله كبيره، عشان لما يوصلوا المنتخب الاول خلاص يبقى عندهم خبره، ووصلوا للمرحله اللي هم خلاص يعني يقدروا يقفوا على رجليهم. وبنشوف اللعيبه في اوروبا بتلعب من سن 18 و19 20 سنه مع الفرق مع الفريق الاول. انما عندنا مفيش الكلام ده. عندنا لازم اللاعب يوصل ل 23 و24 و25 سنه عشان يبدا يظهر في الدوري. الا من رحم ربي طبعا، في عناصر مميزه زي ابراهيم عادل، رمضان صبحي، فلاتات كده بس هي اللي ظهرت في سن صغير، انما الباقي لا طبعا. لازم يا ابني، لا 22 سنه يعني نبقى نشوفك بقى ينفع تلعب مع الفريق الاول ولا لا. فالموضوع لازم يجي من تحت بقى، تاسيس من تحت. طلع لنا لعيبه كده عندها شغف، ونرجع تاني بقى اللعيبه اللي عندها كوره حلوه شبه 2010 و2008 و2006. يبقى عندنا مواهب كده. شغل بقى الفلوس والاكاديميات والسبوبه بتاعت اتحاد الكوره في المدربين، شغل التسعينات ده خلاص ما بقاش ينفع. هات مدرب كده صغير شبه مدرب وادي دجله، شوف بيعمل ايه في الدوري. راجل ماجد سامي ده وثق فيه واداله الفريق وقال له عيش يا معلم، اتصرف، عيش يا معلم مع الفريق واعمل شغلك ونفذ افكارك. عايزين بقى ناس من دي، ناس جديدة كده عندها فكر وعن ناس دارسة وعايزة تطور اللعيب. وفي الاخر برضو قول لنا وجهة نظرك في التعليقات. ودي يعني شوية كلام كده كنت عايز اقوله عن منتخب مصر. واتمنى طبعا ان احنا باذن الله ناخد البطولة ونقدم بطولة كويسة في افريقيا اللي جاية. ويا رب يا رب يعني الكلام اللي انا بقوله ده كله يطلع غلط وناخد البطولة باذن الله. السلام عليكم.